بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدي أسأل سؤال، طبعا معي رسائل من إخوة وكمان معنا رسالة من غزة. بدي أسأل سؤال، ما ظنكم برجل عاش أحداث في حياته، يعني أحداث صعبة جدا في حياته، ثم هداه الله إلى الخلاص منها بعد سنين من التخبط والحيرة وسهر الليالي، وعن جد الحيرة تقتل صاحبها. ما ظنكم برجل عاش هذه الأحداث ثم فتح الله عليه فدله إلى طريق الخلاص من هذا، ثم مر برجل آخر أو أناس آخرون يعيشون ما كان يعيش من تخبط، من تيه، من حيرة، لا يهتدي، يظن أنه على خير ويتقلب في عذابات عدم الهداية الخلاص من الحال الذي فيه، ثم لا يخبره بهذا الأمر، ثم يكتم هذا الأمر لنفسه وكأنه انتقام. ما بالكم برجل مثل هذا؟ أم سبحان الله، كيف يقول الله جل جلاله ويقول الرسول عليه السلام: من كتم علم، وهذا علم، وأحاديث رسول الله والقرآن علم، من كتم علم ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. ما بالكم لو أني كتمت ما فتح الله علي فيه؟ سبحان الله. معنا كلام مهم جدا، والله إن القلب لا يتعصر ألما على حال هذه الأمة وعلى حال غزة. ونحن كنا نعيش، نعم، مش ما فيش قصف كان، لكن كانت الدنيا مفتوحة للآخرين وعلينا مغلقة، وأنت ترى إنك أنت في مكانة اجتماعية لا تستطيع أن تنزل أكثر من هيك. اللي مش فاهم، اليوم انت تبدأ في حياتك على اساس انك تنجح في هذه الحياة، ان كان من باب التعليم، ان كان من باب التجارة، ان كان من باب الزواج، من باب كل شيء، ثم تبدأ الامور يعني بالاخص في الرزق. ونحن مش عارفين، يعني طبعا هو اصلا كان حتى التوبة والرجوع الى الله بسبب تعثر التجارة، بسبب تعثر التجارة والديون التي تراكمت والهموم التي لحقت بهذا الأمر. طيب، مثل كل واحد تاب، بدأنا نصلي على أن يتغير الحال، بدأنا نصلي، ما تركنا الذنوب، بدأنا نصلي، ما حدا سلط الضوء على الذنوب. واليوم سمعت درس لأحد المشايخ، كلامه طيب جميل، لكنه لم يتطرق إلى الذنوب أبدا، وكلهم مثله لا يتطرق إلى الذنوب، لكن يتطرق إلى استحضر ذنب، استحضر قلب، كلهم. لكن اجعل استغفارك له معنى. اعرف شو معنى الاستغفار؟ خذ الصيغة الأفضل، ما واحد تطرق منهم إلى الذنوب، يعني اخلع الذنوب التي هي سبب الشقاء. نفرجيكم الصورة ونكمل الدرس. معي القصص، معي رسالة من غزة، ومعي نسمع.
طبعا هاي الصورة لا تخفى على الجميع. طبعا هاي الصورة هي الصورة التي يعيشها أهل غزة، هي المأساة التي يعيشونها، حتى لقمة العيش مش موجودة في بحر من المسلمين، في محيط كبير جدا من المسلمين. لما أنا دونت وكتبت يعني كانوا يشعرون إخواننا في غزة بأنهم معذبون. إذا كنت أنت لا تستطيع، بقول مش بتسمعهم بيقولوا لا بطلنا نتحمل، بطلنا نستطيع. نزلت تدويني وكتبت وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، ما كان الله معذبهم هم يستغفرون. طب إذا أنا بشعر إني أنا لا أستطيع أتحمل هذا، فلماذا لا أستغفر؟ ثم يعني تهكموا وتهجموا على هذه، يعني هم خير أهل الأرض. يا أخي نعالهم أفضل منا مليح، لكنهم لا يطيقوا ما هم فيه، هم لا يطيقوا، وما لا تطيق هو باب من أبواب العذاب. يا أخي بلاء شديد، سمي ما تشاء، بالآخر أنا لا أستطيع، تعبت، مش بقول لك تعبنا. طب هذا التعب والحيرة والهم والغم والنكد وكل هذه الأمور التي لا تستطيع، لا مش عارف تلاقي لها مخرج، مش بتندرج في باب العذاب؟ يعني عملوني وكأني أجلد بهم. يعني ناس عجيبة، إحنا شعب عجيب. يعني هذه القناة أصلا أنشئت بسبب حال الأمة قبل ما تصير هاي الحرب، وقبل ما تصير الحرب اللي قبلها، لا بسبب حتى على أثرها بدأت الحرب ب 2022. طب لما أنا ما تركت من التجارات شيء، أبحث حيران، بفتح تجارة مع واحد زميل إلي مثله، هو بصير يبيع ومتاجر ما شاء الله في ربح، وانا كانت عندي تجارة والناس تيجي وتشتري وما شاء الله وكل شيء، وبالاخر دين على دين، في زباين ومن اكبر محلات، ولكن دين على دين، يتراكم الدين. وين الخلل؟ مش عارفه. نجدد بضاعة، نزيد بضاعة، نكبر الأقسام، نساوي أشياء أخرى هكذا، نزيد بالعبادات، نزيد بالطاعات، نغير أمور. أبدا ما حدا نبهنا إن هذا الذنب الذي تحرم الرزق بسببه. وأنا بدي إياك تتابع حلقات من المشايخ اللي إحنا بندي مشايخنا يتكلم عن الاستغفار. بدي إياك تترقب لما بقول لك اترك ذنوبك، لن تسمعها هذه الكلمة، هذه الكلمة لن تسمعها، وهذا هو بيت القصيد. لكن ستسمع ما أنا أقول لك، ارميه وراء ظهرك، استحضار الذنب والقلب. هم يركزوا على هذا، يركزوا على معنى الكلمة، ما معنى كلمة الاستغفار، يأتوا لك بمعناها، ثم يقول لك صيغ الاستغفار، ولا حتى يصلوا إلى سيد الاستغفار ويفتحوا بالكلام والمعاني. لكن ما بسمعهن بيقولوا أنا لزمت الاستغفار فوجدت كذا وكذا وكذا، ما بسمعهنش. بسمعهنش إنه بيقولوا عن الذنوب أبدا، ولا حرف، ولا حرف عن الذنوب. نعم، يعني هذا هو بيت القصيد. طب أنا مررت في معاناة وما اهتديت. يا جماعة أنت بتحكي على عمر طويل، عمر أكتب فيه شيكات، أقسم بالله هذه الشيكات كل شهر نفس الترتيب، ويأتي نفس الترتيب الدخل، يعني فيش زيادات. انت تفهم شو معنى الكلام، فيش زيادات. الشيك مكتوب يعني مثلا على سبيل المثال $2000 ب5 شهر، $2000 يأتي.
ب10 الشهر $3000، ب10 الشهر يأتي $3000 ثمن البضاعة. يجي شيء اتفرهد هيك وانبسط واروح رحل ما فيش، انتهى. يعني وكأني عبد يعني بشتغل عند غيري، ماليش يا دوب الاكل والشرب. والناس في تجارة، انا بقول لك في تجارة. لما انا كنت ابيع على سبيل المثال تقريبا $30,000 مش بيجوش من الهواء، بيجوا ناس بتشتري ولكن فيش ربح، ما في ربح، ما في بركة، ومش عارف ليش. طبعا الذنوب موجودة، القروض الربوية موجودة، ذنوب بدك تسميها خلوات موجودة، التجارة شطارة موجودة، الأنا وأنا أفضل محل وأنا أفضل بضاعة ببيع وأنا هاي موجودة، كل شيء موجود من هذا الباب. و يعني حظ، كيف لا بعد هذه التيه لسنين وتغيير مكان المحل، المتجر من مشارع لشارع ننقله، وهذه تكلف فلوس كثير، ننتقل وأجرات للمحلات كثير. وظننا، اسمع مليح، الظن فيش حساب لله فيه هذا الموضوع، ولا واحد بالألف له حساب. وكأننا احنا شطرتنا انت وشطارتك يا التاجر، ما في حساب انه رزقي مكتوب. اذا بنتكلم يعني اذا بزعل منك بقول لك رزقي على الله، كلمة اقولها مش اعيشها، ما حقيقة انا اعيشها، مش عايش هاي الحقيقة ابدا، مش عايش اني تحت العقاب عند الله، مش عايش اني يعني هكذا انما خلقناكم عبثا هيك. وكأننا الله يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا، واحنا نظن انه ان خلقنا هكذا كل واحد لحاله. وهذا الذي اصاب اخواننا في غزة، لربما منهم من يقول اين الله جل جلاله. احنا قلنا هم لا يتساوون، لا يتساوون، منهم من هو قريب جدا الى الله وله كرامات، ومنهم نص نص، ومنهم قد لربما، ومن هناك أنا متأكد من الأمة من ترك الدين بسبب ما حدث في غزة، من الأمة مش منهم. ومنهم ما في بنات سراقين وبيسرقوا الطعام، يعني مش إنه بيسرقوا بقاتلوا، لا بيسرقوا الطعام اللي الناس بتتدور جوا بيسرقوه. ف لما خرجنا نبين كيف تغير الحال، وتغير حال بعد ما بينا بفضل الله، ما كتمنا هذا العلم. يا جماعة أنا حوربت محاربة شديدة بهذا الموضوع. أنا حوربت محاربة شديدة. مين فكرك بده يحاربني؟ يعني مين؟ لا بده يزعل يزعل، ولا بده يزعل يدق راسه بالحيط كمان، هيك بدك ياخذها. هذا الكلام لازم يصل لكل بيت مسلم، هذا كلامي لازم يصل لكل بيت في المسلمين عشان يعرفوا شو معنى الذنب. اولا الذنب شو معناه، شو قيمة هذا الذنب. انت بتتكلم الكلمة وبتروح، قد تعمل سنة كاملة ببلاش بديون بسبب هاي الكلمة، وقد تكون الحرب عليك قصف ليل نهار سنين ولا ترفع بسبب هاي الكلمة. أنا أبالغ؟ لا والله لا أبالغ. إن أحدكم لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريف، من أكثر 2 من الحرب ولا 70 خريف في جهنم والعياذ بالله. كلمة. أنا بقول عن أنفسنا، إحنا من نزكي أنفسنا وكأننا على خير، نحن لسنا على خير، الأمة كلها ليست على خير. لما قارورة ماء لا تستطيع أن تدخلها أمة كاملة 2 مليار على غزة، أنت لست بخير، وكأن الله لا يريد منك هذا الماء حتى. الذي نصل، وهذه الرسالة بدي اياها تصل لمشايخنا، اسطواني
لما بتروح على السوق بندورة خيار بندورة خيار بندورة خيار، هن بيساووا هاي الاسطوانة. استحضر ذنب، استحضر قلب، انطق الكلمة صحيح عشان يجي الفرج. وبصيروا يعطوا لك برنامج اصلا هن مش عايشينه. هذه الامة في كلمات بديش استعملها هون لانه اليوتيوب بنشرهاش، ببطئ نشرها، يعني ببطل يعرضها عليك ولا على غيرك. يعني الدرس موجود نازل وما شاء الله، لكن بتلاقي مشاهدات قليلة عليه. ليش؟ لانه اليوتيوب في كلمة ما اعجبتوش، ما هو ذكاء اصطناعي، فقلل نشر الفيديو. الفاهم يفهم. ان هذه الذنوب هي الطامة الكبرى. الله جل جلاله يغفر لمن تاب. يعني شو يعني تاب؟ يعني مستمر كل يوم زنا 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 وتوب، استغفر الله، ازني واستغفر الله، فيلم ساقط واستغفر الله، قرض ربوي يلا راح يجدد السيارة، قرض ربوي بستغفر الله. هذا ما مش مقبول. هذا ما هو هذا اللي بيعلمونا اياته. هذا هو الصراحة، لانه ما بيجيبوا سيرة الذنوب. انا واحد بيقول لي انت بدك تذنب. ايش يعني اذنب؟ في فرق بين ذنب وذنب. في فرق، اليوم انا تزعلت انا وياتك، وغدا انا مثلا على سبيل المثال إيه شو بعرفني كمان كلمة هون، مش انا مصر على شيء. يا جماعة تعاملوا مع الله، ما تتعاملوا مع ابو احمد ولا مع المشايخ، تعاملوا مع الله. ما يرضي الله ولا يرضي الله، نقطة سطر جديد. لازم تنتبه ان كل كلمة عليها حساب عظيم. طيب اذا انا سبيتك وظلمتك وراحت الايام وطوت الايام على سبيل المثال، بعدين انت وانا مين منكون حتى نزكي الناس؟ والله ان هذا الذنب اكبر من ما من احنا نظن الناس على خير، ونظنهم ان عالهم افضل منا، هيك بدك. لكن الله جل جلاله اذا وعد يخلف. اذا انا ابتعد اذا انا ببتعد عن اشياء تدخلني الى جهنم، ما تدخلني الى جهنم معناها مش فيش شيء ضابط معها. لازم ابتعد عن الاشياء التي تدخلني الى جهنم واتعلمها، ومشايخنا يعلمونا اياها ويحطوها بروسنا. يا رسول الله، ايانا بنصلي ونصوم احنا لا، وكان رمضان وجه الحج وموسم ورا موسم. يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. وين راحت الصلاة؟ وين راح الصيام؟ وين راح القيام؟ وين راحت العبادة؟ في النار. حديث المفلس لازم تتعلمه وتعيشه وتحققه وتدير بالك. المفلس الذي صلى وصام وحج وعمل من الخير الكثير، لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيوم القيامة تفنى حسناته فيكبه الله في النار. والذي إذا خلا في محارم الله انتهكها، مش فقط ذنوب خلوات، يعني مش فقط يعني الإباحيات. إذا أنا بمكر بين اثنين، ما حدا شايفني عمال أمكر عشان أوقع، طبعا هي من باب النميمة. الغيبة هي أن تغتاب واحد مش سامعك مش شايفك، أما النميمة هي أن تنقل كلام هو نقله. فلما بتبيع بأعراض الناس وما حدا سامعك، كمان هي ذنوب خلوات. عندما تنتهك الحرمات كمان ذنوب خلوات. اللي بيشرب بالخفاء بسكر، يعني بحشش بالخفاء، ذنوب خلوات. كلام مع البنات، مع النساء بالليل، مش حدا سامع،
ذنوب خلوات شو بتساوي؟ بتحلق الحسنات. طيب إذا حلقت حسناتنا شو في عنا؟ ضل عنا شيء؟ ضل عنا شيء من الدين الله ما يعني ما ينزل عذابه علينا فيه؟ طب كم هم الذين ينسبون فضل الله عليهم لله؟ يعني إذا واحد بيتعلم مع شهادات وكذا، يعني يا أخي أنت وين تعلمت؟ شو دلني على برنامجك. ما بقول هذا من فضل الله، لا بقول والله أنا كنت أسهر وأنا كنت أتعلم وأروح عند المعلم الفلاني وفلاني، بصير ينسب الأمر لنفسه، وهذا الأمر حساس جدا. خلاصة الكلام، لما أنت بتعيش في هذه الحياة التي ظننت أنها غابة، ومنعك الله من كل شيء إلى أن وصلت إنها الذنوب التي حرمك الله فيها منها بسببها، وساق الله لك الاستغفار، ممحات الذنوب الاستغفار، ممحات الذنوب الاستغفار. يعني بدهاش روح على القاضي وأنا ألزم الاستغفار وأبحر في الاستغفار طالبا للمغفرة، وأكثر وأكثر وأكثر. بتعرف شو كمان بقولوا لك؟ ما هو أنا لما بسمعهن بنغاض، لما بسمع الذي يعطيك طريقة الاستغفار وهي أصلا لا تنفذ. استحضر قلب، استحضر ذنب، شوي شوي تفكر بمعنى الكلمة، خذ الطريقة الفلانية وهكذا. طب ليه ما دلناش ماذا وجد هو وكم من المدة؟ ما فيش خارطة الطريق، يعني ما في خارطة الطريق ولا شيء. وأي واحد سيتبع أقوالهم سيجد نفسه بعد أسبوعين ترك الاستغفار. مش راح تزبط معي، لا يستحضر قلب ولا يستحضر ذنب ولا يتفكر في معنى الكلمة استغفر الله شو معناها، ولا هكذا، وسيضيع بين الصيغ. يعني ما قالوا، ما في قصص على هذا الموضوع، ما في شيء يحفز اني انا استمر، وكم استمر وما هي المدة. ثم يقول لك بطئ، ثم يتكلم عن 70 مرة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر 70 مرة لهذا الغين. الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور الذنب، إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فهذا الغين هو سبب الاستغفار عند الرسول عليه السلام. لكن الرسول عليه السلام حببنا في الاستغفار وقال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم. يا أهل غزة، يا أهل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هل أنت مهموم؟ هل أنت مكروب؟ هل تصدق ناس عاشوا مع الاستغفار فقطفوا ثمار الاستغفار كما قال رسول الله وكما قال الله في سورة نوح، في سورة هود، وفي سورة الأنفال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار. إخوتي، الاستغفار لزومه بالليل والنهار عشرات الآلاف، عشان تكون في خارطة الطريق إليك، عشان ما تضيع، ما تفكر 200 و300 و400. لازم هاي الأرقام تطلع معك وتصير ما قدسنا 30,000، لكنه مبارك وفيه إكثار. ومن أراد أن تسره صحيفته فليكتب من الاستغفار يوم القيامة، وفيه يتحقق لزوم الاستغفار الذي أنت في كل وقت. لكن إذا لم تستطيع أن تصل ل 30,000 بلاش، أقل، بس جاهد نفسك. وأبحر بكل أحوالك بدون صوت، فيش حاجة لا للتدبر ولا للتفكر ولا لأي شيء. رددها بدون صوت، لا تشوش على من حولك، لا تجلس في المسجد وتشوش على من حولك. خذ الكلام من من عاش الكلام، خذ خارطة الطريق من من عاش، مش من ينظر. من الأمة ضاعت بسبب التنظير. ابن تيمية ما كان ينظر، كان يحقق العلماء
السابقون كان يعيشوا الآيات فيتكلموا عنها. فاليوم أنا أسمع من شيخ لشيخ، من شيخ لشيخ، كلياته نفس الموضوع، وكان مدرسة واحدة. والله إن هذه المدرسة تضلل كل المسلمين في هذا الباب. كيف أحقق الاستغفار، كيف أقرأ سورة البقرة، أي شيء فيه تطبيق مش موجود عندهم. مش موجود التطبيق، موجود المعلومة كاملة. كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل صيغ الاستغفار، ما معنى الاستغفار، ما معنى كلمة أستغفر الله، كيف أنطقها، وهذا كله موجود، لكن خارطة الطريق للاستغفار ما فيش. محبطات الاستغفار قلنا 3 أحاديث الآن: ولئن أشركت ليحبطن عملك، لما تنسب فضل الله عليك لنفسك ولا تنسبه لله، أو تقول أنا خير منه، أو تزكي نفسك، هذا يحبط العمل. فعشان نعرف نعيش، فهذه الطريقة. أنا هاي رسالتي لإخواني في غزة ولكل مسلم على وجه الأرض. إذا واقعك مرير عشناه سنين، لكن يعني بيصل الواحد إلى طريق مسدود. هم وصلوا إلى الطريق المسدود كما وصلنا إحنا في الماضي. ما إحنا قرض، يلا بنزيد بنكبر القرض بنبيع عرض، من غير تجارة، بنبدل هاي ونقلب هاي، ننقل المحل من هذا الشارع لذاك الشارع، بنجيب بضاعة جديدة، بنكون كمان، وهكذا، وكمان قرض، وكمان هيك. بتعرف هاي أمور أيام بتمشي، وأيام وأشهر، وهكذا، ومواسم تتبدل، وتجارات بتغير، وبتعاود تفتح موضوع جديد، هكذا حتى أطبق الله. ما فيش خلص، انطبقت السماء على الأرض. وعند الجماعة انطبقت السماء على الأرض، أغلقت. فيش لا قريب ولا حبيب ولا صاحب. ما هيك صار معنا. نعم ما فيش قصف، ولكن مخنوقين. يعني يا جماعة كم من واحد كان يعني من تجارته، أنا صارت معي حالات من المتابعين بقول لي واصل الحال إني أنا يعني أضوي حياتي، بديش أستمر، أنا راهن بيتي وأهلي بس بيعلموش، وأنا مديون فوق بيتي بكثير، وما خليت شيء حوالي. على سبيل المثال، يعني عشان تعرف انه الناس اللي بتشوفها رايحة وجاي كمان هاي ناس مخنوقة، مش قادرة تتنفس، ووصل فيها الحال انه يا ليت يعني تجيني قذيفة وتخلص علي وارتاح من هالدنيا هاي كلها. يعني هو موجود في هذه الدنيا فقط للعذاب، يعني بتمنى الموت ولا يجده. نعم بالتجارات ناس غرقاني، راحت أراضيها وراحت بيوتها، وتطلقت النساء، يعني بسبب مش عارفين يخلصوا. فلما أطبق الله وأطبق عليكم، فالله ساق علي الاستغفار. ولربما هذه الرسالة تصلك، فألزم الاستغفار أخي الكريم. فيه يغير الله الأحوال، فيه يغير الأقدار. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، بدل أن نركض وراء كيس طحين. طبعا نسأل الله لكم العافية، وأن يرفع عنكم ما وقع فيكم، ولكن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا الاستغفار هو الشيء الذي لم يفرط الله فيه. إذا استعملت هذا الاستغفار، كل شيء في حياتك معطل تبحث عنه سيقلبه ويعيده إلى نصابه الصحيح. من يعرف هذا الكلام؟ ليس أصحاب المنابر إلا بعده بفكر إني لازم أستحضر ذنب واستحضر قلب، ولا أصوصو وكلام معنى الكلمة والصيغة، وارفع صوتك ووطي صوتك، ولم يتكلم عن نفسه. هو من أوصل هذه الأمة إلى هذا الحال، إنه ما يفوتش خنيطة ماء إلى غزة، ولا يزالوا يحاربوننا. خلينا نشوف بعض الرسائل. في رسالة من غزة بس فيها كلام شوي قاسي، بوقف الشاشة عليه. نرجع للصورة كمان مرة. الزموا الاستغفار اخوتي الكرام، فسيغير الله الحال إلى أجمل حال إن شاء الله، وسيمكن لكم وليمكن للمسلمين في الأرض بالاستغفار. طيب هاي رسالة كما وصلتني نسمعها نقرأها. من أول يوم تعافي، وفي كل وقت وطول حياتك الزم هذا الطريق المبارك، الزم الاستغفار وأكثر منه بلا توقف. اجعل حياتك كلها استغفار، لا تشغل نفسك بالعدد،
لكن اجعل هدفك هو الإكثار، 10,000 20,000 وحتى 30,000 وأكثر. فقط قل أستغفر الله أستغفر الله، وكررها ببساطة بنية صادقة، فالله يعلم ما في قلبك. فضائل الاستغفار من القرآن والسنة: سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التفسير: الاستغفار سبب في نزول المطر، زيادة المال، الذرية، وتيسير الأمور والفرج. سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. التفسير: الاستغفار يدفع العذاب والبلاء عن العبد حتى وإن كثرت ذنوبه، فهو باب الأمان من الله. سورة هود: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. التفسير: الاستغفار يضيف إليك قوة على قوتك في الجسم، في الإيمان، في الرزق، في النفس، وفي الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. بعد شهر من التعافي الزم سورة البقرة يوميا. هاي نصيحة الأخ اللي بيكتب: بعد شهر من التعافي الزم سورة البقرة يوميا، فهي شفاء، بركة، حماية، وسبب لتبدل الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطل. رواه مسلم. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. هذا كلامه. لا تلتفت لشيوخ التضليل. بعض من يسمون مشايخ اليوم ممن فضحتهم فتنة غزة يلبسون على الناس ويعملون مع أعداء الأمة فكريا أو إعلاميا، ويروجون لصيغ معقدة تثقل على القلوب وتبعث الناس عن الذكر الصافي. لا تجعلهم يصرفونك عن أبسط وأعظم عبادة. استغفر الله بقلبك وكررها كما أنت، لا تحتاج إلا إلى صدق. الله يعلم نيتك وما في قلبك. سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. التفسير: الله يعلم ما يدور بداخلك قبل أن تتكلم به، فهو أقرب إليك من ذاتك. سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. التفسير: الله يعلم ما تخفيه في أعماقك ويعمل صدقك من الرياء والإخلاص من التصنع. سورة آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. التفسير: لا شيء يغيب عن الله، لا حركة ولا نية ولا دمعة ولا نفس. شاهد تجربة العم حجازي على اليوتيوب وقصصا حقيقية لأناس وجدوا الفرج والشفاء بعد الالتزام بسورة البقرة. ده افتح الرابط أنا. طيب من اسم نفتح الرابط، خلينا نقرأ. دعاء ختامي: اللهم اجعلنا من المستغفرين ليلا ونهارا ومن أهل سورة البقرة، واغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وارزقنا قوة من عندك وثبتنا على طاعتك ونجنا من شيوخ الفتنة والتضليل، وارزقنا بركة لا تنقطع في الدين والدنيا والآخرة، وانشرها هذه التذكير فقد يكون سبب في فرج أو هداية لأحد وتؤجر عليه إلى يوم القيامة. يعني هو هنا طبعا هو أمانة توصلها للعم محمد حجازي، أمانة. طيب هو هنا: ابنكم من غزة أتمنى أن يرى عمي أبو أحمد. يعني ضغط على التاء بدل الألف. طيب طبعا هو هاي رسالته كما قرأناها كما جاءت. اعذروني، طبعا أنا بس فتحت الرابط، هذا هو الرابط إن شاء الله. نأخذ هذا التعليق إن شاء الله. الحمد لله، صرت يوميا أستغفر وتركت الشهوات التي كنت تسبب لي اكتئاب مستمرة بالاستغفار وقراءة سورة البقرة يوميا، ومع ختم القرآن. ختمت قرآن بيومين الحمد لله. حذفت صوري من كل برنامج التواصل وتركت كل المحرمات الحمد لله على كل حال. ربي ثبتني لحد ما مات. إني طالبة هندسة بمكان جامعة راقية. كنت بخير يوم بديت أنشر مكان دوامي أتفاخر بشيء اللي عندي
ذهبت كل البركة والعلم الذي حصلت عليه، أصبحت من الطلبة الكسلانين ولا أنجح أبدا مهما درست. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي سخر لنا. أصبحت لا أجد راحة إلا بمشاهدة فيديوهات، والله كلام من القلب إلى القلب. كرهت مواقع التواصل الاجتماعي وركنت إلى اليوتيوب، وأصبحت لا أفارق مسبحتي، بالرغم لا زلت لم أقطف الثمار، لكني على يقين بذلك إني سأقطفها الحمد لله، ما دام الله لا يعد المستغفر فهي كافية والوافية، وهذا دليل إننا على طريق الحق. الحمد لله. جزاك الله عمي خير الدنيا والآخرة. ما شاء الله تبارك الرحمن يا عم حجازي، فيديوهاتك مثل الأكسجين، لا يمر اليوم بدونها، لأنها تشجعني بفضل الله على الاستمرار في الاستغفار. اللهم ثبتني. كنت مسافر، لم أقرأ البقرة في اليوم لمدة 3 أيام، وحدثت مشكلة كبيرة في البيت. الحمد لله بفضل الله من الله علي، الوضع هدأ بعد قراءة البقرة يعني.